عشان انت محتاج كالسيوم، صح؟ عشان هشاشة العظام، صح؟ السمسم، هو احنا عوضنا في السمسم. ايه رأي حضرتك في وجبة السمسم الصبح مع جنين القمح مع قليل من الردة مع معلقتين زيت زيتون ومعلقتين خل اعجنهم؟ انا مش عارف مين اللي قال الكلام ده. مرهق مرهق مرهق. انت شوف معدتك، بص انت معدتك على قد ما هي عضلية، لكن في الاخر هي بطانتها من جوه زي بطانة بقك يعني شوف بطانة بقك، انت متخيل هي ناعمة قد ايه؟ لو طلع لك فيها حاجة صغيرة وتقول بقي فيه فقفوقة فمش عارف تبلع ومش عارف تخيل بقى دي لو المعدة هي اللي فيها كده. فاهم قصدي؟ فانت مش متخيل انت بتتعامل مع حاجة سو ديليكيت يعني مش اللي يقول لك ايه اصل انت معدة المصريين بتفرم الزلط، لا ولا زلط ولا حاجة، المصريين كلهم راقدين في المستشفيات، ولا زلط ولا اي حاجة، ولا الفول غذاء العقول ولا الكلام اللي احنا اتربينا عليه ده ما حصلش، ولا اللحمه ليها بديل بالمناسبه. يعني لما حد يقول لي بديل اللحمه، لا الاستغناء عنها السؤال كده يتسال صح، لكن ما تجيش تقول لي انا هبدل الحرير بخيش وهو لا، في فرق بين الحرير والخيش، كل واحد حسب مقدرته. طب انا مش هلبس خيش، ما تلبس. هو ده بقى المفهوم الاصلي، وطالما عرفت ان هو في ضرر انت حر بقى ساعتها. يعني لما تقول لي انا اصلا انا نفسي هتهفني عليه، موافق تهفك عليه. ما هو انت يعني انت اتامرت بايه؟ بان انت تنهى النفس عن الهوى عاده، يعني هي اصلا الاصل فيها ده، فانت نفسك فيه على طول فكر كويس قوي ان ده ممكن يضرك وضر ناس غيرك بالمناسبه. يعني احنا مش جايين النهارده ندرس الفول بيضر ولا مش هيضر، لا هو بيضر، ولو سبب لغيرك انيميا هيسبب لك انت مشاكل مناعيه، ولو سبب لغيرك قولون عصبي هيسبب لك انت اعراض انتحاريه بالمناسبه. يعني ما تستهونش بالنبات اللي هو الطبيعه، يعني ما تستهونش بيها يعني.